اهلا بيكم في الحلقه الخامسه من برنامج قواعد التصوير. معنى ان احنا وصلنا للحلقه الخامسه يعني احنا في نص السيزون الاول. السيزون مكون من 8 حلقات، في كل حلقه بنشرح قاعدتين، وكل قاعده ما بتعديش الاربع دقايق، بحيث ان انا اقدر ان انا اشرح لك القاعده بالتفصيل، كمان اجيب لك لكل قاعده 3 امثله، وفي كل حلقه بنشرح قاعدتين. والنهارده في حلقتنا معانا قاعدتين مميزين جدا معروفين، ولكن خلينا اشرحهم لك بطريقة مختلفة. أول قاعدة وهي قاعدة الثلث. طيب إيه هي قاعدة الثلث؟ طبعا كلنا عارفين، هتقول لي خطين بالطول وخطين بالعرض. طيب ما خلينا نبسطها يا جماعة. هنقول إن أنا إزاي أقسم الكادر بتاعي ل9 مستطيلات، عن طريق إن أنا برسم خطين بالطول وخطين بالعرض، ويبتدي إن هو يظهر لي عبارة عن نقط تركيز. وابتدينا ان احنا نستخدم القاعدة دي عشان اكسر الملل. يعني ايه اكسر الملل؟ اكسر الملل ان انا مش لازم احط العنصر بتاعي في نص الصورة. اي نعم، انا لما بحط العنصر في نص الصورة بيديني قوة وبيبرز الموضوع بتاعي اكتر، ولكن ممكن اخليه على اي نقطة تركيز من النقط اللي ظهرت لي، النقط الاربعة هنا، بحيث ان انا ممكن اخليه في جنب من الجوانب، وبحيث الجنب التاني ممكن احط عناصر تانية. ممكن استخدم النقط اللي هي ظهرت لي دي ان انا اخلي العناصر بتاعتي متوزعة بشكل كويس. فمش شرط ان انا استخدمها ان انا اكون حافظ ان انا بجيب العنصر احطه في اي نقطة وخلاص، لا، ممكن اكون فاهم انا بعمل ايه، وده هيحسن لي اكتر في الحاجة اللي أنا ممكن أعملها. عندنا مثال زي المثال ده، هو مثال زي نقول إيه، شجرة في نص البحر، تحتها أرضية والسماء. ابتديت إن أنا ركزت نقطة التركيز اللي تحت، اللي على اليمين تحت عند نقطة الشجرة، وطبقت قاعدة الثلث بشكل لطيف جدا. خلينا نشوف مثال تاني. هنلاحظ إن الأمثلة كلها تعتبر مثلا زي مثال اللي في البحر هنا، برضو مركب حطيته عند نقطة وركزت النقطة التانية، وزعت عنصر الشمس هنا موجود، فقدرت ان انا اخلي العناصر اللي انا عاوز العين تروح عليها، اللي هي لحظة الغروب واللي هي الشخص اللي ماشي في البحر، عند النقط التركيز اللي واقدر بيها يعني ان انا اطبق قاعدة الثلث. كمان المثال رقم 3 معايا، وهو برضو لو لاحظنا هنلاقي ان الجسم الاساسي او اللي انا عاوز اركزه ركزته على نقطتين تركيز، وهما اللي موجودين على اليمين فوق وتحت. وابتديت اخلي بقى مثلا نقطة التركيز التانية نقطة على البحر ونقطة على السحاب، وبكده اكون طبقت قاعدة الثلث، وزعت العناصر بتاعتي جواها. فتعالوا نروح لقاعدة أعمق من القاعدة دي، وهي قاعدة التوازن البصري. إيه هي قاعدة التوازن البصري؟ بالبلدي كده هو عبارة عن ميزان في الصورة. إزاي أخلي الصورة بتاعتي موزونة؟ لو افترضنا إن أنا، خليك تخيل معايا، أنا مش هعرض لك مثال. لو أنا افترضنا إن أنا معايا صورة وحطيت كل الحاجات ناحية اليمين، وابتديت صورت وخليت الكادر اللي على الشمال كله فاضي، نص الكادر فاضي يعني، هتحس برضو، ممكن تحس ان الصورة بتاعتك تقيلة. وهو ده منها فكرة التوازن البصري، وهو ان انا اخلي كل عنصر في الصورة ليه وزنه على حسب حاجات، حسب اهميته، على حسب سطوعه، على حسب موقعه في الصورة بتاعتي. وبالتالي مش هيبقى التوازن بتاعي بشكل متماثل، لا، عندي عنصر كبير وعنصر صغير، ولكن هوزعهم في الصورة بتاعتي، اعمل منهم توازن بصري. بالتالي هيخلق لي حاجة اسمها توازن غير متماثل. لو انت يعني كنا شرحنا قبل كده قاعدة التماثل واللا تماثل، ممكن منها اقدر ان انا نقول ان بيطبق فيها قاعدة التوازن البصري. لو هي متماثلة فالحجمين هيبقوا قد بعض، لان الصورة لو اتقسمت بالنص هنلاقي العناصر متشابهة مليون المية. ولكن هنا احنا بنتكلم في التوازن البصري ان هستخدم فيها التماثل وهستخدم فيها اللا تماثل. وعشان تنمي القاعدة دي عندك لازم يكون عندك وعي بالمساحات اللي انت واخدها للصورة. انت لما تيجي تصور في كادر، شوف المساحات اللي عندك، بحيث ان انا اقدر تحط العناصر او تركز الصورة بتاعتك على العناصر المهمة. زي مثلا انا لو عندي صورة فاضية وابتديت صورتني مثلا في نص الصورة اليمين، هنلاحظ ان نص الصورة الشمال بقى فاضي. طب ازاي اقدر ان انا اعمل التوازن البصري هنا؟ ممكن ان انا احط لمبة
في الاتجاه الشمال وارسم اضاءة على الوش بتاعي، بكده الصورة بتاعتي بقت متوازنة. فانا لازم يكون عندي برضو وعي بالاضاءة يا جماعة. خلينا ندخل للحاجة المهمة هنا، وهي الجزء بتاع الأمثلة. لو جينا لاحظنا صورة طبيعية هنا فيها منطاد وفيها عجلة، نلاحظ هنا إن يا جماعة العناصر اللي موجودة مش نفس الحجم. عندنا العجلة حجمها كبير لأنها قريبة من الكاميرا، والمنطاد ورا حجمه صغير. فابتديت لما صورت الصورة هنا، فالصورة لما اتصورت هنا العناصر متوزعة في الصورة كلها بشكل مريح للعين، مش كلهم في اتجاه واحد، وكمان مش كلهم بنفس الحجم. فمش شرط، ولكن التوازن البصري اتخلق، وفي نفس الوقت تقدر تبص في أي مكان في الصورة هتلاقي عنصر موجود في مكانه الطبيعي. خلينا نروح لمثال تاني للتوازن البصري المتماثل. زي ما قلنا عندنا الغابة هنا الجليدية فيها شجر على اليمين وعلى الشمال. الصورة لو انت بصيت لها يعني الصورة بسيطة جدا، ولو قسمناها هتبقى قاعدة التماثل اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده. ولكن هنا برضو التوازن البصري موجود فيها بحيث تكون مريحة للعين، مش تقيلة كده على العين. نفس الكلام في الصورة اللي هنا اللي فيها برج ايفل. الصورة هنا يا جماعة عندنا في البداية اللي هي الكشاف او العمود النور اللي موجود ده، وفي الاخر خالص موجود برج ايفل. لو لاحظنا الاتنين مش واخدهم من نفس الزاوية، يعني انت لو واقف في المكان ده ورحت تاخدها من الزاوية الشمال هتلاحظ ان الاتنين موجودين على نفس الخط، ولو صورتها مش هتبقى مناسبة خالص. هو هنا ركز على التوازن البصري بحيث ان كل حاجة فيهم تكون موجودة في جزء من الصورة، بحيث ان برج ايفل ضخم والعمود النور برضو هنا ضخم لانه قريب من الكاميرا. فلو حاجة اتحطت في اليمين وحاجة اتحطت في الشمال الصورة هتكون مظبوطة وهطبق من خلالها قاعدة التوازن البصري. وبكده تكون خلصت حلقتنا رقم 5 من برنامج قواعد التصوير. أتمنى تكتب لي رأيك في التعليقات وترشح البرنامج لأي حد تحب إن هو يستفاد. الواحد بيعمل كل مجهوده، فأتمنى من الله عز وجل إن الموضوع يوصل للناس، وإن الواحد يحقق اللي بيتمناه. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. أنا أخوك يحيى، والسلام عليكم.